ممكن نساعدك يا ماما؟ يا ريت. المفروض نقلب التراب اللي في الارض عشان الزرع يطلع فيها كويس. بصوا لقيت دودة. على فكرة الدود مفيد جدا لتربة الزراعة، وبيقلب هو كمان التربة وبيخليها تتنفس، فالزرع بيطلع فيها احسن. طيب ارجعها مكانها بقى. لازم تغطيها بالتراب عشان ده مكانها الطبيعي. بص يا ماما، في زرعة هناك ابتدت تطلع فعلا. دي هتطلع زهرة عباد الشمس. اكيد الطيور هي اللي نقلت البذور للتربة هنا. دي مجرد بداية. الله، طب نخلي بالنا منها بقى ونسيبها في مكانها. دلوقتي هسوي التربة بالجاروف ده عشان نبتدي نزرع بقى. هنحط فيها الزرع ده؟ ايوه مظبوط. ده عبارة عن ورود جميلة. انا زرعت الزرعة بتاعتي. انا كمان. دلوقتي بقى اردموا على الجذور وبعدين ابتدوا اسقوا الزرع. بابا بص زرعنا ايه؟ الله عليكم، شغلكم ممتاز. بفكر اقصقص من الشجرة اللي عمالة تكبر قوي جنب البيت دي. والله فكرة ممتازة. هروح اظبطها لك دلوقتي حالا. بابا انت بتعمل ايه؟ هسوي اوراق الشجرة واقصقص منها عشان كبرت قوي وممكن تخش لنا جوه البيت. وادي السلم حطيناه. من فضلكم بقى عايزكم تبعدوا بعيد خالص خالص عشان فروع الشجرة اللي هقصها ما تقعش عليكم تعوركم. حاضر. حاضر. ده فرع كبير قوي اللي وقع، ده ممكن يعور جامد. بابا وقع. بابا انت كويس؟ يلا ننادي ماما بسرعة. ماما ماما. ايه حصل ايه؟ بابا وقع وما بيتحركش. يا خبر ابيض. عمر انت سامعني طيب؟ ايوه سامع. يا دماغي. انا خايفة. يا رب بابا يكون كويس. يا رب. خليك مكانك ما تتحركش، اطلب الاسعاف فورا. بابا. ما تقلقوش يا بنات، هبقى كويس ما تخافوش. من فضلك ابعتلي عربية اسعاف بسرعة. جوزي وقع من على السلم، دماغه اتخبطت وفقد الوعي لدقايق بسيطة. عربية الاسعاف هتيجي حالا. نام على البطانية دي، مريحة اكتر من الارض. ازيك يا استاذ عمر؟ انت بقى وقعت من على السلم؟ ايوه مظبوط. وقعت بقى على ظهرك ودماغك صح؟ ايوه صح. راسي لسه بتوجعني قوي، انما ظهري احسن دلوقتي يعني شويه. الف سلامه. مدام عبير بتقول انك اغمى عليك. يا ترى فاكر الحادثه بالظبط؟ ايوه فاكرها بكل تفاصيلها. رجعت طيب ولا حاجه؟ لا خالص. هناخدك دلوقتي المستشفى عشان نعمل فحوصات طبيه، كمان محتاجين نتاكد ان مفيش نزيف داخلي. من فضلك هات النقاله عشان هننقله جوه العربيه. هنكون جاهزين قريب. احنا هنيجي وراكم على طول. ماشي. خلي بالك من نفسك. لازم احضر حاجاتنا بسرعة ونروح وراهم المستشفى فورا. بالراحه بقى وخلي بالك، ببطء وبالراحه. حاضر. ما تنسيش تجيبي بطاقه التامين الصحي معاكي يا مدام عبير. ايوه صح، شكرا. مساء الخير. جوزي جابوه في الإسعاف لقسم الطوارئ من شوية بسيطة، وادي البطاقة الصحية بتاعته. شكرا. جوز حضرتك فعلا وصل، لكنه بيخضع لفحوصات طبية دقيقة دلوقتي. للأسف مش هتعرفوا تشوفوه دلوقتي. من فضلكم اقعدوا في صالة الانتظار دلوقتي وانا هبلغكم اول ما ينفع تشوفوه. مساء الخير. ودينا طلعنا اهو، وادي اوضه الاشعه،
وكمان الأوضة فاضية، نام على مهلك وبالراحة. كل شيء تحت السيطرة. الموضوع بسيط خالص، هحط لك حاجات حوالين راسك تخلي راسك مرتاحة وثابتة. ازيك يا استاذ عمر؟ ازيك يا دكتور؟ الف سلام عليك يا راجل. هنعمل لك دلوقتي الاشعة عشان نطمن عليك. عايزك تسترخي خالص وما تتحركش. الترابيزة هتتحرك بيك لغاية ما دماغك تخش جوه في جهاز الاشعة المقطعية ده. الجهاز هيلف حوالين دماغك عشان يصور لنا اللي حاصل جوه دماغك بالظبط، ومن خلال الصور دي هنقدر نعرف الاصابات الداخلية، وهنقدر نعرف ان كان في نزيف ولا لا باذن الله. الأشعة هتاخد وقت حوالي 10 دقايق. ماشي تاخد اللي تاخده. هبتدي الاشعة دلوقتي. جميل خالص. كده خلصنا خلاص. تقدر تقوم دلوقتي. الدكتور هيقولك نتيجة الأشعة قريب أول ما يعرفها. ماشي. بص يا استاذ عمر، انت فعلا محظوظ. كل اللي حصل لك ارتجاج خفيف في المخ، ومفيش اصابات داخلية او نزيف داخلي، لكن نحب ان حضرتك تفضل معانا هنا الليلة تحت الملاحظة. الحمد لله. وماله لما اقعد ليلة؟ هاخد حضرتك دلوقتي لغرفتك، مراتك وبناتك مستنيينك هناك. اتمنى لك شفاء عاجل يا استاذ عمر. شكرا يا دكتور. خلاص وصلنا اهو. ارتاح كويس على قد ما تقدر. تحب تاخد أي دواء مسكن؟ لا شكرا، لو احتجت حاجة هقولك على طول. تمام. ازيك ازيك يا يا بابا؟ عمر بابا؟ ازيكم يا حبايبي؟ انا مبسوط اني شفتكم تاني. ما عنديش الا ارتجاج بسيط في المخ. الحمد لله إنها جت على قد كده، ما تتصورش كنا قلقانين قد إيه. سلامتك يا بابا. الدكتور قال لي هبات معاهم هنا ليلة واحدة. ليلة ده كتير قوي. هي الزراير دي بتاعت ايه؟ ايه ده؟ اوب ايه؟ الله 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 الله. السرير طلع لفوق يا خرابي ياما، ايه في ايه يا جماعة؟ ونزل لتحت. الله. انا عايزة اجرب. الله 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 الله. مش كفاية لعب في بابا بقى؟ دي لعبة حلوة قوي يا بابا. عايزين نبات معاك بقى نلعب شوية. ازيك؟ عجبك الفيديو؟ طب اعمل لنا لايك واشترك في قناتنا عشان ما يفوتكش اي حاجة. مع السلامة.